عم أعدل الكاب كده. ايه الفتلة اللي في وشي دي؟ واحد بقى يشغل له كده شوية قرآن عشان ياخد بركة على الصبح. بسم الله. يأكلوا ويتمتعوا سلام على ويلههم القرآن. الأمل. يا سلام على القرآن والله. ايه؟ ثانية واحدة كده، هو أنا سمعت صح ولا أنا بيتهيألي؟ ويلههم الأمل. والله. والله هو مش الأمل ده حاجة حلوة؟ الله، أمال جاي هنا للكفار ليه؟ مفيش غير واحد بس أسأله دلوقتي وأمر لله. السلام عليكم. كنت مستغرب برضو لما سمعت الآية دي لأول مرة وأقول هو إزاي الأمل ده مذموم في القرآن مع إن دي حاجة حلوة يعني، لكن عرفت إن الأمل هنا معناه مختلف خالص عن ما كنا فاهمين. الأمل اللي بيتكلم عليه ربنا هنا بيتكون من شقين: الاستمرار في الحياة الدنيا مع كثرة الإعراض عن الآخرة. حتى بص كده ربنا سبحانه وتعالى بيقول إيه: إن الذين رضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون. رضيوا بالحياة واطمنوا بيها وفي نفس الوقت غفلوا عن الآخرة وعن آيات ربنا. بص الآية دي كمان ربنا سبحانه وتعالى بيقول فيها إيه: ولا تجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر. عايز يعيش في الدنيا 1000 سنة وفي نفس الوقت عايز يهرب من عذاب الله. في الآية دي ربنا سبحانه وتعالى بيتكلم عن الظالمين والطغاة من بني إسرائيل، مع إن الصفات دي بقت موجودة فينا برضه. بقى عندنا أمان إن إحنا هنكمل لبكرة. الأمان ده اللي كل واحد مطمن بيه وعنده أمل إنه هيجي اليوم ويتوب فيه، أو هيجي اليوم اللي إن شاء الله هصلي فيه والتزم. الأمان ده اللي من خلاله بنقول بكرة إن شاء الله لما أكبر هبقى بطل السجاير وأكون إنسان جديد. هو نفس الأمان ده اللي مخلينا ماشيين على معصية ربنا على طول، وفي نفس الوقت ننام على السرير وإحنا على معصية عادي، مع إن النوم ده موتة صغرى، يعني أنت بتبقى ميت حرفيا. وياما ناس كتيرة قوي ماتت موتة كبرى بالطريقة دي والله. نفس الأمان ده اللي واحد بيبقى مبيت نية هعوض كل حاجة بس مش عارف امتى، المهم ان انا هعوض وخلاص. ما بقيناش مدركين ان حياتنا دي عاملة بالظبط زي الحصالة، واللي لما نيجي نقف قدام ربنا سبحانه وتعالى هنلاقي كل اللي حطيناه فيها بايدينا. ياما ناس كتير كانوا مطمنين ان هم هيعيشوا لبكره، ولما قاموا لقي نفسهم في اول ليلة في القبر. عشان كده من اعظم امراض القلوب في الاسلام هو طول الامل ده او الامان. لا مش الامان اللي في بالك، اللي هو حب الدنيا والغفلة عن الاخرة. سيدنا ابي هريرة بيقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يزال قلب الكبير شابا في اثنين: حب الدنيا وطول الامل. يعني حتى الراجل الكبير بيقول لسه شويه. ايوه يعني بعد كل ده اعمل ايه؟ يعني مش فاهم. الحل في كل ده في قول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لما قال: اخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبيه وقال: كن في الدنيا غريب او عابر سبيل. النبي هنا بيوضح لسيدنا عبد الله بن عمر ان انت هنا موجود عشان تجمع اعمال تقابل بيها ربنا، مش عايش للابد. هتقول ما احنا كلنا عارفين كده يا عم، لكن لو انت حطيت الفكرة دي في دماغك هتعرف الدنيا على حقيقتها. وعشان كده سيدنا عبد الله بن عمر بيقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. الخلاصة إن حياة الناس كلها أغلبها ماشية كده إلا من رحم ربي. لو بصيت على كل الناس اللي فاتت هتلاقيهم كلهم كانوا مطمنين إن هو لسه شوية. العمر بيعدي بسرعة وكلها أعوام قليلة أوي هنبقى مكانهم كده بالظبط. هيتقال علينا نفس اللي احنا بنقوله دلوقتي، وبكره يتفرجوا علينا زي ما احنا كنا بنتفرج عليهم كده. بص لولا الامان نفسه ما كانش حد هيعرف يعيش اساسا في الدنيا دي. انما زي ما قلت لك مش ده الامان اللي انا قصدي عليه. عيش يا عم عادي بما يرضي الله وانبسط. انا جاي اقول لك انك لازم تفوق شويه وتعرف ان الامان اللي انت عايش فيه ده هيوديك في داهيه حرفيا. لازم تحاول ان انت تعمل ستوب وتعيد حساباتك تاني مع ربنا، عشان ربنا بيدي للانسان فرصه واتنين ومية، بس بعد المية لما ربنا مش بيلاقيك عايز ساعتها مش هتحس بالنعمة غير لما تضيع من ايدك. وهفكرك تاني بكل مرة واقول لك انه هيجي اليوم اللي هتمشي فيه من هنا وهيجي بسرعة، وساعتها بقى مش هينفع غير اللي انت كنت عامل حسابه.